ازاي تكوني احسن نسخة من نفسك؟ صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصلك في الفيديو ده. انا ندى حشيش، لو مهتمة كملي الفيديو. اول حاجة تعمليها، مش بهزر، شوفي اول فيديو انا نزلته. ده يعني هيختصر عليكي حاجات كتير، تجارب كتير. شوفي اول فيديو انا نزلته بجد، يا ريت طبعا المفروض تشوفي كل فيديوهاتي، بس شوفي اول فيديو انا نزلته بالاخص. تقريبا اللي انا بعمله ده دلوقتي اعلان الفيديو بتاعي، بس هو شوفي اول فيديو، صدقيني هتندمي، هتصدقيني هتندمي لو ما شفتوش. تاني حاجة، اعرفي نفسك كويس، يعني اقعدي مع نفسك كده قاعدة، اعملي كوباية شاي، اعملي مشروبك المفضل، اقعدي مع نفسك كده واعرفي نفسك كويس. اقفلي كل حاجة، تعرفي على نفسك كويس وبمنتهى المصداقية كده ما بينك وبين نفسك. يا ريت لو تكتبي ايه هي نقاط قوتك، الحاجة اللي انت بتعمليها كويس قوي، الحاجة الحلوة قوي في شخصيتك اكتر، يعني الحاجات اللي انت بتعمليها كويس قوي، الحاجات الكويسة في شخصيتك انت، الحاجات اللي الناس بتقولها عنك الكويسة. وايه هي نقاط الضعف اللي انت عارفاها، او ان حد بيقولك ان هي موجودة فيها، بغض النظر ده صح او حقيقي او غلط، يعني حقيقة او غير حقيقة، انت قادرة يعني. ونقاط ضعفك اللي انت عارفاها، اكتبي الحاجات دي عندك وسجليها كده، عشان دي هنشتغل عليها. نقاط قوتك احنا محتاجينها، ودي هتساعدك في رحلة الثقة بالنفس، او ان انت تحسني من نفسك او من قدراتك او في التطوير. طب نقاط ضعفك هي دي بقى اللي احنا هنشتغل عليها، وان احنا نحاول ان احنا نغيرها، فتبقي شايفاها قدامك كده، ان انت تحاولي بقى تستبدلي عادة بعادة. ارجعي الفيديو العادات، ارجعي مثلا ان احنا المهم ان هي دي اللي هنشتغل عليها ونغيرها، او ان احنا نحاول ان احنا نزاحمها بحاجات تانية احسن، او نخبيها. انا ما بفضلش كده، بفضل ان احنا نغيرها بس الى حين ما التغيير يعني. اكتبي اهدافك، وانا اتكلمت عن موضوع الاهداف ده كتير جدا، سواء بقى كانت الاهداف دي كبيرة صغيرة، مهما كانت تافهة، مهما كانت كبيرة ومستحيلة. اكتبي اهدافك وحطيها قدامك، عشان برضو تاخدي خطوات وتبدأي دلوقتي بخطوات تجاه اهدافك، وده هيحسن فيكي وهيخليكي تطلع منك احسن نسخة جواكي. اللي احنا بنحاول نشتغل، اللي الفيديو اصلا معمول ان انت ازاي تبقي احسن نسخة من نفسك، وده برضو هيقربك جدا من الثقة في النفس، ومن انت تقربي من هدفك، ده هيطلع احسن ما فيك. ارجعي للفيديوهات اللي بتتكلم عن الاهداف، موضوع تقسيم الاهداف، ان هي مهام صغيرة، هنبتدي بايه، هنعمل ايه، ازاي هنمشي على خطة ممنهجة، ان احنا ازاي نوصل لاهدافنا مهما كانت اهدافنا ايه. حتى لو انت عايزة تتعلمي طبخة جديدة، او ان انت عايزة تبقى معاكي 20 مليون، ايا كان الهدف ده، فارجعي الفيديو الاهداف وهو هيفيدك في النقطة دي. اهتمي بنفسك. ازاي؟ اهتمي بصحتك من جوه مش من بره بس، يعني خدي بالك من نفسك، يعني انتي صحتك دي اللي ملازماكي واللي هتقف معاكي لحد اخر العمر، هي دي اللي هتخليكي، يعني خليكي ممتنة كده لصحتك، للنفس، يعني لنفسك، لحواسك، لجسمك، لأعضائك. اهتمي بصحتك، عشان هي دي اللي واقفة معاكي لحد آخر يوم في عمرك، عشان هي دي اللي هتخليكي يعني في احسن شكل، وانتي في احسن نسخة منك. مش بس يعني خدي بالك من اكلك من شربك، يعني انا بقولكيش قرضيها على نفسك، او ان انتي فاهم تاكلي اكل هيلث 100% وتشربي ايفيان، انا بقولكيش اعملي كده، انا بس بقولك حتى على حسب امكانياتك اهتمي، خدي بالك من اللي داخل، من اكلك من شربك. في اكتر من حد اكيد بيتكلم في الموضوع ده احسن مني. اهتمي بصحتك ان انت تتمرني، حتى تمشي عدد خطوات معينة عشان تحافظي على صحتك، يعني اكنك بتعملي صيانة لجسمك كده، اللي هو تحافظي على العمر الافتراضي بتاع جسمك عشان يكمل معاكي لسن اكبر. اكيد كلنا نفسنا ان احنا لما يبقى مثلا عندنا 80 سنة ولا حاجة يبقى شكلنا كويس وصحتنا كويسة، نبقى ماشيين كويسين، مش حد بيخدمنا. فهو اكتر او اهم حاجة لازم تستثمري فيها هي صحتك، هي اللي هتقربك من اهدافك، هي اللي هتخليكي تعيشي احلامك، هي اللي هتخليكي تبقي عايشة بجودة احسن مع الناس اللي بتحب. اكيد ما حدش بيبقى مرتاح وهو نايم في السرير وعيان، يعني تخيلي نفسك كده، او افتكري نفسك وانت عندك دور برد، انت اكيد بتبقي في اسوأ حالاتك وزهقانة ومش طايقة نفسك.
ولكن فاهمه هي الصحه. افتكري بقى ان انت مش عايزه ان الحاله دي تستمر، واهتمي بمخك. ازاي؟ اقري ان شاء الله، تقري مجلات ميكي، اقري ودخلي كل يوم، او مش كل يوم يا ستي، حاولي انت تدخلي قد ما تقدري كل شويه معلومات جديده، حاجات جديده، حتى لو مش انت شايفه انها ملهاش اي 60 لازمه، حتى لو انت هي مش هتفيدك، حتى لو الكورس ده او الكتاب ده انت شايفه ان هو ملوش 60 لازمه، مش هيفيدك ولا هيفيد البشريه، بس هو بتعرفي حاجه. حتى الحاجات الساذجه او التافهه بتتعلمي منها حاجه، بتعرفي منها حاجه، بتزود ادراكك، بتوسع حاجات كتير. اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، شوفيه في الفيديوهات اللي قبل كده. مفيش حاجه اسمها حتى مهما كنت انت شايفه ان المعلومه تافهه، في حد محتاجها، هتستعمليها، هتعلي وعيك في حته، هتوديكي في حته تانية، هتخليكي تفتكري او تفكري في حاجه تانية، هتخلي عندك اكتر من نظار والمنظور لكل موضوع بيمر عليكي في حياتك، او لكل مشكله، او في علاقاتك مع الناس. لو في حاجه سلبيه في حياتك، سواء بقى عاده زي ما قلت لك، نحاول نشتغل عليها، نتخلص منها، نزاحمها. في ناس سلبيين في حياتك، يعني ناس بيكنوا ليكي انت، يعني هو ما بنظنش في حد اسمه، ولكن في بتبقى واضحه كده، اللي هو بيأذوكي في حياتك، بيكنوا ليكي مشاعر سلبيه. حاولي انت قد ما تقدري ان انت تسطحي علاقتك بيهم، لو هم طبعا لو هم صلة رحم، فاحنا بنحاول طبعا ان احنا نتعامل في الحدود اللي هو ما نخلش بصلة الرحم دي، يعني اللي هو ايه، اللي هو احنا بنتعامل كويس بس، ولكن العلاقة بتكون سطحية الى ابعد الحدود، بحيث ان احنا ما نوصلش للمشاكل اللي هتضايقنا من بعض، او للدرجة اللي مثلا تخليه مثلا يبقى قاعد او قاعدة متضايقة، انت متضايقة من كلامها، او بيوجه لك كلام مش كويس، او بيأذيك في حياتك. لا، هو ما بيعرفش حاجة في حياتك، ولكننا بنصل الرحم ده وبندعي ربنا يهديه. يعني احنا ما بنعملش اي حاجة في للشخص ده وحشة، احنا بندعي بس ان ربنا يهديه، وان احنا بس بنسطح علاقتنا بيه. طب لو مش صلة رحم، بنقطع علاقتنا بيه، عشان يعني مش ناقصين. الحياة ابسط بكتير واقصر، يعني هم 30 40 سنه نعيشهم في سلام، مش ناقصين احنا نعيشهم مع ناس تزود. فاهمه قصدي؟ انا برضو اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي في فيديوهات العلاقات، ارجعي شوفي فيديوهاتي الثقه بالنفس، وبرضو ارجعي الفيديو الثقه بالنفس. الثقه بالنفس بتيجي مع التدريب، بتيجي مع ان انت تشتغلي على نفسك. ارجعي الفيديو الثقه بالنفس، احنا مش هنقعد نتكلم وناخد مكان من الفيديو في الثقه بالنفس. ولازم تكوني ان انت واثقه في نفسك، بتيجي برضو مع ان انت صادقه في نفسك مع انجازاتك. كلنا مليانين عيوب، كل الناس فيها عيوب، ربنا سبحانه وتعالى لو شال الستر من على الناس هنتخض. فالحمد لله ان احنا عايشين بستر ربنا، مفيش حد كامل، مفيش حد مثالي، كلنا مليانين عيوب. وما تقارنيش نفسك بحد، عشان كل واحده او كل واحد كل واحده او كل واحد ليه تجربته ومشواره الخاص. انا مش بقولك، انا مش مع النظريه اللي هو اكيد ربنا اخد منه كذا فعمل كذا، ولكن مثلا انا مثلا عن نفسي، انا في مثلا في المجال اللي هو بتاع شغلي، انا على تجربتي الخاصه يعني، في ناس نجحت فيه وعدته بكتير قوي، عدتني بكتير جدا. انا في الوقت مثلا اللي هم كانوا بيبذلوا جهد وطاقه ومجهود، وبيعملوا حاجات كتير قوي، وما بيناموش وما اتجوزوش وما خلفوش فاهمه قصدي، وبيعملوا كل حاجه، واهبين حياتهم، محرومين من خروج، محرومين من فسح، محرومين مش عارفه كانوا يعني واهبين ممكن حياتهم للمجال ده. يعني هو الناس اللي متابعيني هتبقى عارفه انا بتكلم عن ايه، او ايه هو المجال بتاعي اللي انا كان مجال شغلي. آه فاستحقاقهم ان هم يوصلوا للمرحله دي ويعدوني بكتير قوي. انا في الوقت ده قررت ان انا لا، انا هعتزل الموضوع ده دلوقتي. انا هعيش في هدوء شويه، انا محتاجه ان انا اريح، محتاجه ان انا ارتاح في المحطه بتاعتي شويه. الحمد لله ربنا كرمني بطفل، فانا دلوقتي هو محتاجني، فهديله كل الاهتمام بيه هو، لحد ما يعني يبقى احتياجه ليا يقل شويه، و واحتياجه ليا ان هو يقل شويه، فاقدر انا مثلا ممكن اكمل شغلي ان شاء الله، او مش عارفه، لسه مش عارفه بكره مخبيلي ايه. ولكن او انا اخترت، دي اختياراتي، محدش بيعيش حاجه مش اختياراته. انا اخترت ان انا تكون دي حياتي، وتكون بالهدوء ده، وما اكونش في العجله في عز اللي هم الناس دي، ان هم اختاروا ان هم ياجلوا كل الحاجات دي ويكملوا
ويبذلوا مجهود ويبذلوا طاقة، فهم يستاهلوا ان هم يوصلوا، هم يستاهلوا ان هم يوصلوا فعلا، ده استحقاقهم، هم يستاهلوا ان هم يعدوني وينافسوني بكتير وان انا ما اكونش باينة جنبهم. ما هو طبعا انا قضيت الوقت ده فين، هم بذلوا مجهود وانا مش ندمانة على قراري ولا هم اكيد ندمانين على قرارهم، وكل واحد بيعيش اختياراته. فهو دي الفكرة، اللي هو استحقاق كل شخص. ما ينفعش ان احنا نقارن، ما حدش، كل واحد اختار حاجات في حياته، كل واحد رتب اولوياته بشكل ما. فما ينفعش تقارني نفسك بحد، يعني ما ينفعش وانا في مرحلتي دي وانا مثلا قعدت سنين السنين ما بقدمش اي حاجه للشغل ده ولا اعرف عنه اي حاجه ولا اعرف ايه التطورات اللي فيه، واقول يا اشمعنى هي وصلت وانا ما وصلتش. ما ينفعش، ما ينفعش، هي وصلت وانا ما وصلت. طب ما انا خدت حاجات تانية انا بالنسبه لي احلى بكتير، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. تمام، وهي لسه، وهي الحاجات دي ممكن تكون مش عندها او عندها بس مقصره فيها، ربنا يعين الجميع. تمام، انا بقولكيش ان انتي انا بقولكيش اعملي زيي، انا بس بفهمك فكره اللي هو ايه، اختيارات كل واحد وكل واحد عارف رحلته فيها ايه، يعني كل واحد ادرى برحلته، فمش كل الناس شبه بعض. ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحد اختياراته غير التاني، كل واحد حط اولويات لحاجات معينه واستغنى عن حاجات تانية، وكل واحد عايش استحقاقه. ففي نهايه الفيديو مفيش حاجه اسمها نسخه مثاليه، ولكن في نسخة مثالية منك، بمعنى يعني دي احسن نسخة منك عن امبارح. يعني انت لما تيجي تقارني ما بينك وبين حد، قارني ما بينك وما بين امبارح، ما بينك وما بين من 10 سنين، ما بينك وما بين وعيك دلوقتي وبين وعيك بتاع امبارح، من 10 سنين، من 5 سنين. انا احسن، انا احسن، انا بتقدم، انا وضع ايه دلوقتي. فهو ده اللي انت هتشتغلي عليه. وشوفي كل فيديوهاتي ان شاء الله، فاهم، تطلعي منها بفايدة وملخص يعني لكل الحاجات اللي انا فاهمة قصدي. ف شكرا انك شاركتني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. اتمنى انت لو عندك اي وجهة نظر مضادة للي انا بقوله تكتبها لي في كومنتس بكل ادب، عشان لو بقلة ادب انا قلت انا هعمل ايه. تمام. وان انت تكوني يعني انت تكوني استفدتي، ولو في اي حاجة مضادة لرأيي شاركيني بيها، ما تردديش، بحيث ان احنا نوصل لنتيجة احسن مع بعض يعني. شكرا.